أخيرا ربنا نصرني وجابني مكة. بقالي أكتر من 30 سنة بحلم أزور الحرم من قبل ما أتجوز وأنا بدعي بدموع الفرحة. بكت مصرية لحظة وصولها مكة وقصتها أثرت في كل الناس. إزاي انهارت من البكاء كده، واللي قالته لمس القلوب، واللي جرب زيارة بيت الله الحرام بعد محاولات هيوصل له إحساسها. بقالها 30 سنة مفيش دعاء على لسانها غير إنها تزور بيت الله الحرام. في كل سجدة وفي كل صلاة تدعي بنفس الدعاء، لا كلت ولا ملت، وكانت حاسة إن في يوم من الأيام ربنا هيكبر بخاطرها وتحج. وفعلا ربنا استجاب ليها في الوقت المناسب، حتى ولو بعد أكتر من 30 سنة زي ما قالت، فده أنسب وقت ليها أكيد وهي عارفة ده. الحاجة انتصار، وده اسم السيدة المصرية اللي تحديدا من جنوب سيناء، اللي كانت السبب في بكاء الجمهور بعد ما شافوا الفيديو بتاعها. بكوا على بكائها، ولأن مشاعرها صادقة وعلى وشها ملامح الطيبة والبراءة. مشاعرها وصلت ليهم بكل سهولة، ومش بس اللي بعد محاولات عمل حج أو عمرة، ولكن اللي لا عمل حج ولا عمرة كمان. الحاجة انتصار طلعت الحج عن طريق القرعة، ومن لحظة ما عرفت إنها مسافرة السعودية لأداء مناسك الحج وهي بتعيط من فرحتها وبتشكر ربنا إنه استجاب لدعائها. يعني بقالها أكتر من 5 شهور على الحال ده. ظهرت في فيديو نشره سعودي على حسابه على التيك توك اسمه ابن مكة، وقالت أخيرا ربنا نصرني وجابني مكة. أنا مش مصدقة، أحسن شعور ممكن أي حد يحسه وصعب إن أوصفه. بقالي أكتر من 30 سنة بحلم الحلم ده، ومن قبل ما أتجوز كمان وأنا نفسي أجي هنا. ومش بس كده، قالت إن ربنا اختارها واسمها كان أول اسم في الكشف في القرعة. الحاجة انتصار رايحة مكة وجواها دعوات كتير نفسها ربنا يستجيب ليها، ولكن أهم الدعوات دي اللي قالتها وهي منهارة من العياط: ربنا ما يحوجني لحد ويحسن خاتمتي ويسكنني فسيح جناته. دي الدعوة اللي جاية مكة أدعيها لربنا. هي ما عندهاش ولاد، وبتعتبر كل الأولاد اللي حواليها في الدنيا كلها أولادها، وكل اللي استقبلوها من لحظة وصولها بيتعاملوا معاها على الأساس ده. الشباب السعودي بيكونوا في استقبالهم وبيعملوا حملات ويقدموا واجب الضيافة، ويكونوا في خدمة ضيوف الرحمن. استقبلوهم بالمشروبات والتمر والقهوة السعودي والهدايا والورود، وكتير منهم دخلوا بالزغاريط، ومنهم الحاجة انتصار اللي من فرحتها بكت وما قدرتش تتمالك دموعها. واحد من الحجاج قال كمان ان بقاله اكتر من 15 سنة بيحاول، وكل مرة ما يكونش ليه نصيب، وبقى يحوش لحد ما ربنا كرمه السنة دي، وكان فرحان فرحة غير عادية، لدرجة ان قال ان كان بيغمى عليا من الفرحة وما كنتش متوقع الاستقبال ده خالص من الشباب السعودي. الحجاج من ضمن الافواج اللي سافرت السعودية من مصر، ووفقا لبيان مصر للطيران فان الحجاج المسافرين تابعين لبعثات قرعة وزارة الداخلية ووزارة الصحة من محافظات الوادي الجديد وجنوب سيناء والمنيا، وحجاج قرعة الفيوم والوادي الجديد والشرقية وجنوب وشمال سيناء والقاهرة وكفر الشيخ. ربنا يتقبل منهم ويرزق كل مشتاق بفرحة زيارة بيت الله الحرام زي الحجاج دولت كده. حج مبرور وذنب مغفور، اللهم امين.